عمرك قابلت حد غلط فيك أو زعلك أو قلل منك، ولما انت تزعل يبصلك كده باستغراب ويقولك هو انت زعلت؟ ده أنا ما كانش قصدي. والله يعني كأن الغلط ده بقى حاجة عادية، وكأن رد فعلك الطبيعي بقى هو الغلط. بقينا في زمن الغلطان بيتقمص والمجروح هو اللي بيعتذر. طب هنعيش كده ليه؟ مين اللي قال اننا لازم نسكت علشان نرضي ناس مش بتفكر اصلا غير في نفسها؟ النهاردة هنتكلم عن النوعية دي من الناس اللي يغلط ولما تواجهه يقلبها عليك، الناس اللي بتوجع وتستغرب انك بتتوجع. ركز معايا لان الكلام ده ممكن يفتح عينك على حاجات كتير انت مش واخد بالك منها. في نوع كده من الناس بيحب دايما ياخد راحته في الكلام، يعني يقول اللي هو عايزه وقت ما يحب من غير ما يعمل حساب للكلام او تأثيره على اللي قدامه، ويقولك انا صريح وبحب اقول اللي جوايا. ماشي يا حبيبي، بس الصراحة مش معناها قلة الأدب، مش معناها انك تجرح وتوجع اللي قدامك وبعدين ترميها في وشه وتقول له انا صريح او انا كنت بهزر، ولما تيجي تعاتبه يقولك يا عم ما تكبرهاش، ده هزار والله، ما تاخدش على كلامي، انت حساس زيادة عن اللزوم. حساس؟ طب ما يمكن انت اللي مؤذي. ليه دايما تحط الغلط على اللي اتوجع مش على اللي وجع؟ الغريب بقى ان النوع ده لما انت تزعل وتقول لا او حتى تعبر عن مشاعرك وتحاول تحط حدود للعلاقة هو اللي بيتقمص، يبعد، يسكت، يبدأ يرد عليك ببرود، يقولك خلاص أنا غلطان، بس بنبرة كده فيها سخرية. بيبدأوا يبنوا جواهم فيلم درامي إنك أنت اللي اتغيرت وأنت اللي مش على بعضك، ويبدأوا يقولوا للناس بقى شايف نفسه، بقى بيكبر دماغه علينا. طب ليه؟ علشان أنت قلتله ما ينفعش تهزر على حسابي، ولا علشان رفضت إن أنت تضحك وأنت بتتقلب. في مثل كده بيقول متضحكش على اللي بيضحك، يمكن بيضحك وهو مكسور. والناس دي مش فاهمة الكلام ده خالص، فاكرين ان الكلمة بتتقال وتعدي، بس الحقيقة ان الكلمة ساعات بتسكت في القلب وبتفضل عايشة فيه سنين طويلة. ممكن كمان نتكلم عن اللي بيقلب الترابيزة، يعني بيعمل غلط واضح يوجعك يخذلك ويبيعك، ولما تقوله ليه يقولك هو انت زعلت ليه؟ كنت مستني مني ايه؟ يعني فوق انك اتصدمت بيجي هو يلومك انك اتصدمت، وبيبان في الكلام كأنه بيقول العيب مش اني خذلتك، العيب انك كنت متوقع حاجة مني اصلا. الناس دي بتمشي بمنطق مقلوب، لو غلطت فيهم الدنيا تقوم ما تقعدش، لو هم غلطوا فيك يبقى انت حساس ومش بتفهم الهزار وبتكبر المواضيع. لو انت من الناس الطيبين اللي بتحاول تعدي وتسامح وتقول يمكن مش قصده، خلي بالك، في فرق بين الطيبة والاستغلال، وفي فرق بين التسامح وبين انك تفضل ساكت لحد ما تفقد احترامك لنفسك. اوقات كتير السكوت مش بيخليهم يتغيروا، هو بيخليهم يتمادوا اكتر وبيحسوا ان اللي بيعملوه عادي وانك هتفضل ساكت طول الوقت. اعرف امتى تقول كفاية واعرف امتى تقول لا. الناس دي مش هتتغير غير لما تحط حدود، وساعتها اللي هيزعل من الحدود هو اللي كان مستفيد من غيره. خلوا دايما عندكم مبدأ، اللي يحترمك حطه فوق راسك، واللي يوجعك ويبرر لنفسه ده مش هزار، ده استهزاء بمشاعرك، وزعلك وقتها مش غلط. انك تزعل دي علامة انك بني ادم بتحس، مش روبوت بس بيتحرك. بس كمان لازم تتعلم تقول انا مش مستعد اتحمل ده تاني، سواء كان صاحب او قريب او زميل في الشغل. اللي مش بيصونك ما تصونهوش. لو وصلتوا لحد هنا فانا بشكركم من كل قلبي، وعايزه اقول لكم انتوا تستحقوا ناس تحبكم وتحترمكم بجد. ما تنسوش تعملوا لايك لو حسيتوا بالكلام بتاعي، وابعتوه لحد محتاج يسمعه. سيبولي رأيكم في الكومنتات، واستناكم في فيديو جديد وكلام من القلب للقلب.